السلام عليكم، احلى ناس في الدنيا. يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير. انا النهارده زي ما انتوا عارفين انا في بيت نادر هو اللي بيصورني دلوقتي. واكتشفت ان انا في حاجات كتير قوي ما اعرفهاش، في حاجات كتير انا محطوط فيها ونادر محطوط فيها من غير ما نعرف اي حاجه. طبعا كلكم شفتوا الفيديوهين اللي نزلوا على القنوات بتاعتنا. لو اول مره تشوفونا هنا خشوا على القنوات عشان بس ايه في السريع كده. خشوا على القنوات بتاعتنا هتلاقوا الفيديوهات موجودة، اتفرجوا عليها. لو مش فاهمين هتفهموا الموضوع كله باختصار. هلة طبعا عارفين هلة، كلمني في التليفون ده انا عندي حاجات في البيت ومعرفش ايه ومزاولات وبتزاول وبسمع اصوات وناس بتمشي وناس بتجري. فقلت له ليه يا ابني، ما احنا بعدين عن المواضيع وانتوا حتى بتشوفوا احنا ما بننزلش فيديوز بقالنا يعني كتير. طبعا نادر في شغله والراجل عايز يتجوز وربنا معاه، عايز يحقق حاجة في شغله. ف خلاص يعني ما حدش عنده طاقة ان هو يحط نفسه في مواضيع الجن والعفاريت، وخصوصا لما بتحط نفسك في المواضيع دي هم بيرازوك. يعني زي ما انت بتنكش وراهم هم بيرازوك. والكلام ده يقوله لك اي حد كبير او صغير او مر بتجربة فيها الموضوع ده هيقول لك زي ما انت بتنكش وراهم هم بيرازوك. وخدت فعلا محمد صاحبنا ورحت له البيت في ايه، وقعدنا نهزر في الاول وما اعرفش ايه. فلاحظت ان الاتنين زي ما انا قلت في الفيديو اللي فاتت الاتنين مريبين. ومحمد صاحبي اللي هو اوزو ده جاي معايا اصلا، يعني انا ما اعرفش ان في حاجه ما بينه وما بين هنا. اتاري ان محمد في موضوع ما بينه وما بين هلة وانا ما اعرفش. والموضوع ده له علاقه بعفريتة عروسه. العروسه دي فيها روح، فالروح دي محمد بيقول ان هي جن عايشه. يعني كلامنا خفيف ان شاء الله عليهم. فبعدين النهارده بقى نادر كلمني في التليفون قال لي هو الفيديوهات اللي انت منزلها، هو حتى ورا الكاميرا وانت تسمع صوته اللي هو بيتكلم، الفيديوهات اللي انت منزلها دي متصوره امتى؟ فقلت له يا ابني دي بقى لها يومين او ثلاثه، ما انت عارف. قال لي طب على فكره الهله اللي جالي في يوم وساب لي العروسه دي قبلها بكتير يبقى قبلها بتاع بشهر ولا قبلها حاجة. بتاع بشهر، او هو اللي بيتكلم اهو. ومن ساعه ما سابها في اوضه عندي هنا في البيت. طبعا انا جيت بيت نادر عملت فيديو عن الحته اللي فوق دي وليها قصه، بس عشان ايه ما اقعدش الف في الموضوع. اهو في فيديو انا مصوره عن الحته اللي فوق دي والله. يعني بالصدفه اقسم بالله، يعني كنت جاي اصور له هو حاجه، فالمكان ما يعني شدني التفاصيل وما اعرفش ايه، فقلت استكشف في ايه جوه. اتاري بقى هلا قبليها بشهر جه واداله العروسه، قال له انت البيت عندك فاضي والعروسه دي خليها عندك. وعلى فكرة انا سألته ساعتها انس ما انت قول بقى اللي ما كنتش حصل. فاهم اصلا الدنيا يعني ليه ايه ما يعني ايه ما هو بيقول لي البيت فاضي، يعني ايه يعني البيت هات كده، فاضي؟ هات. احنا كده اهو، احنا الاثنين موجودين. ساعتها هلا جالي وهو اللي مرة واحدة اصلا بيقول انا جاي لك. ماشي فقلت له ماشي. قال له معايا حاجة عايزك تشيلها معاك يعني. ماشي جه ساعتها فضلنا قاعدين وكان معاه شنطة سودا، وانا اصلا احنا نسينا اصلا ان هو عايز يديني ايه. ماشي. بعد كده لقيته مرة واحدة بيقول لي هتشيلها. فانا قلت له يلا شيل ايه؟ قال لي جالك عليه. قلت له ماشي هلا ايه يعني. فلقيته اداني ايه الشنطه دي، قال لي مش لازم انت تفتحها انت بس خليها عندك. قلت له هلا عادي، هو كنا بنهزر اصلا، انا مش في دماغي ماشي حاجه، مش عايز افتح عشان عايز اشوف هديني حاجه تاذيني يعني. المهم فتحت الشنطه فببص لقيته ده عروسه. قال لي انت الدنيا عندك فاضيه مش. قلت له هلا ده عروسه يعني حتى لو تشيلها عندك الدنيا فيها يعني. ماشي. المهم قال لي ايه بس تعالى شيلها يعني ممكن تبقى هديه لمراته، ممكن تبقى هديه ما انا بقى ده اللي جه في دماغي بقى ساعتها بقى اللي هو حد عايز يخبيها عندي يعني حاجه طبيعيه يعني عادي. ماشي. المهم بعد كده طب سيبنا اشيلها انا. فانا ما فيش اي حاجه في دماغي بصراحه خالص. ولقيته دخل وشالها في الاوضه اللي جوه. قلت له يا عم ما فيش مشاكل. تمام. بعد كده ببص بقى الفيديو اللي انتم منزلينه. هو ده قبليه طيب ما فهمتش. فدخلت قلت كنت عايز اتاكد، انا الموضوع مش شاغلني خالص بصراحه. ماشي. بخش فتحت الاوضه العروسه مش موجوده. طب انت جيت امتى؟ هي اللي خدتها.
طب هو جابها لي انا على ذات نفسي، انا اصلا هو جه. طب يعني الاحداث دي حصلت امتى؟ هو جه خلت انا ما اعرفش. كلمت امي قلت لها يا اما هو هيلا جه خد حاجه من شقتي، قالت لا يا ابني هيلا ما جاش. كلمت اخواتي قالوا لي هيلا ما جاش. برن على هيلا ما بردش عليا زي ما قلت لك. لحد بقى ما كلمتك انت قلت لك يا انس لا تعالى، ده انا وسالتك على الفيديو ده قبل ولا بعد؟ ما انا خدت يومين انا مش فاهم حاجه طبعا بصراحه. بقى الشقه اللي احنا واقفين فيها دي بتاعت نادر، محدش بيطلع هنا غيره. مستحيل، هو نسخه ومعايا. الشقه اللي قدامه دي فاضيه، ما فيهاش حد. واللي بيحصل ده بيدل على حاجه، هو الا حتى انا بقول له المره اللي فاتت طب ليه ما صورتش فيديو؟ احنا متعودين لو حصل حاجه يصور فيديو وينزله وياخد راي الناس، وزي ما احنا متعودين من 5-6 سنين واحنا بنعمل كده، نعمل القناه القديمه. فقال لي لا ما انا ما جاش في دماغي حاجه اهو. فهو لا، هو كده في حاجه، مش ما جاش في دماغي. لا هو كده في حاجه وفي حاجه. وعلى فكره انا مش عايز احسب ان هيلا بيأذيني او اذاني، انا لحد دلوقتي ايه بقول غصب عنه بصراحه. طيب انا بقى يعني هو حكى اللي عنده. بالنسبه لي انا بقالي 3-4 ايام انا ما بعرفش انام في بيتي. يعني لو نمت طبيعي على سريري لازم اقوم مخضوض يا مفزوع شايف حاجه قدامي. انا بنام مقفل النور كله، وبحط جنب اليمين كده، احط ايدي كده وانام. وفي حاجه معلش انا صح افتكرت، اتفقوا. والاوضه كمان من بعد لما كلمتك مش عايزه تفتح، وانا بصراحه مش عايز اكسر حاجه، انا بشطف في شقتي. انا بصراحه مش عايز اكسر باب، مش عايز اعمل حاجه. الاوضه مش عايزه تفتح. ايه بقى ده؟ ايه العك ده بقى بصراحه؟ يعني مش فاهم حاجه بصراحه. طيب المره اللي فاتت هي كده هنا اوضه مش عايزه تفتح. طبعا مطلوب مني بقى ان انا احل، اشوف بقى ايه، امشي ورا الخيوط واعرف دي ايه من الاول، وافضل ماشي بقى اشوف ده ايه وهتعامل معاه ازاي، واقعد الف. صدقوني فعلا انا ببعد عن المشاكل من ساعه القناه الكبيره، وانا ببعد عن المشاكل. بصوا احنا واقفين، انا مش عارف انتوا الصوت واصل لكم ولا لا، بس في ايه، في حاجات حوالينا يعني. فانا فعلا انتوا كلكم حبايبي اللي بتتفرجوا دول، كلكم عارفين ان احنا كلكم، انا بهلة بنادر بمحمود بأوزو بجمال بعبد الكريم بكلنا، من الناس اللي بتشتغل معانا كلنا احنا بنحبكم، نحب نعمل لكم حاجات تبسطكم. وفعلا والله كنت بشتغل على ده، اذا كان انا او نادر بيحاول يعمل محتوى يوصل بيه معلومه تفيد الناس اللي عايز يتعلم تصوير، اللي عايز يتعلم ديزاين، اللي عايز يبقى مصور كويس. انا ليا حلم انا بحاول ان انا احققه. الحمد لله ربنا وفقني مره ان انا امثل في فيلم، فكنت عايز الموضوع يتكرر تاني وتالت وابتدي اشق طريقي في الموضوع ده. ده مش عيب، ما احنا شباب، وطبعا كلنا حوالي البلد بالبلاد اللي حوالينا. لا اله الا الله. هو ايه اللي ندى دلوقتي؟ انا سمعت صوته، بس يعني قلت ايه ممكن يبقى ايه عادي. على فكره الا مش معانا هنا والله، شوفوا يمكن في البلكونه ولا حاجه، خد بالك بس. انا مش عارف هو عمل كده ليه ولا امتى ولا يعني ولا الاوضه دي هنفتحها ازاي، هي انهي اوضه اللي في الوش ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مش المفتوحه دي، هي اللي على اليمين دي. ده ايه ده يا نادر؟ صدقني مش عارف، انا البيبان لسه ما شطبتهاش، فمش عارف ده قديم ولا ايه. والشباك ده انت بتسيبه مفتوح؟ لا الشباك ده انا قافله اصلا. ايه ده؟ ماشي. في حاجه خبطت في الكاميرا لا صح؟ ده ده الشباك ده انا ما فتحتهوش على فكره. ماشي. على فكره انا بصراحه مش عايز اي اذى يا انس في شقتي. أيوة انا هتجوز هنا يا حبيبي. بصراحه اقفله كويس، اقفله كويس، شقة عريس، اقفله كويس. يعني احنا نطلع بره ونغامر مفيش مشاكل، لكن انا كده فعلا بات ايزي، انا كده بات ايزي.
طبعا احنا قفلنا الشباك قدامكم. طبعا يعني مفيش مكان هلا يستخبى فيه، صح؟ الشقة اصلا مش محتاجة، ما فيهاش مخابئ الشقة بس. اصلا في نقط زي دم ايه، انا معرفش ده ايه، يعني ايه اللي عايز ممكن اول مرة اخد بالي منها بصراحة، مش عارف بقى موجودة عشان خاطر ايه ما نزلتش وخلاص. مين ايه ده؟ سمعت اللي قال مين؟ في حد جوه؟ الا انت جوه؟ بطل تخبط. الا انت في حد معاك؟ في حاجة اتحركت بره؟ في صوت كلب بيهوهو على حاجة، وغالبا يعني الكلب لما بيهوهو كده على الفاضي بيبقى شايف حاجة البني آدمين ما بيشوفوهاش. أنا حاسس بروح غريبة معانا يعني. ما هو ده اللي انا حاسس بيه. عايز اقول لك انا عندي شغل كتير ومش عارف اشتغل اصلا. اول ما الدنيا ابتدت تلال عليا ببتدي اسمع صوت ببص الاقي في حاجه حصلت غلط، بنزل. يعني انا النهارده جامدك عشان لا تعالى، انا مش عارف اشتغل. هلا طب اعمل ايه طيب؟ يعني بطل تخبيط يا انس. هلا ما تعصبش العروسة. عروسة ايه؟ مش عارف. هلا طب العروسة دي بتاعت ايه؟ هلا انت كنت بتأذيني يعني طيب، ولا انت عايز ايه؟ انا مش فاهم. يعني انت مدرك ولا انت مش هو ايه مدرك؟ اللي دخله هنا اصلا؟ ازاي؟ انا عارف. وازاي اصلا قاعد جوه انت ما حسيتش بيه؟ مش فاهم يعني. الباب مقفول كأنه مفيش يا باشا. كأن حد ضايق والله. طب مفيش شباك ينفع نخش منه؟ الا افتح لي. ايوه نفتح ازاي يعني؟ تعالى لا. نجيب المفتاح ونجرب تاني. نفتح ايه؟ معاك مفتاح؟ ما بقول لك افتح، ما انا المفتاح مش عايز يفتح برضه. تعالى نجيب المفتاح ونفتح تاني نشوف. المفتاح فين طيب؟ مفتاح هنا اهو معايا. انا خايف اتحرك من قدام الباب يكون هو معاه مفتاح وبيشتغلني، يكون العروسة جوه وهو عايز ياخدها ويمشي. طب ايه؟ طب تعالى بس نخلي بالنا. اصبر كده. عادي عادي، استنى. اقفل الشباك كويس. الشباك كده مقفول اهو. بس تعالى، احنا مش هنلحق في ثانية الا ثانية، الفيديو شغال اهو. ثانية واحدة، خلينا هنا ايه. ماشي. مش هيلحق في ثانية الا ثانية. ماشي. نجيب المفتاح ثانية واحدة. المفتاح اهي، يلا يلا بسرعة 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 بسرعة. فتح. يا سبحان الله. خش بقى كده. ده ايه ده؟ مين اللي كان بيتكلم دلوقتي؟ هلا انت هتجننا يعني ولا ايه؟
يا ابني دي اوضه فاضيه، اوضه ما فيهاش غير العفش بتاعك ولا ما اعرفش ايه ده. طب ايه ده بقى يا انس؟ طب قول لي بقى، يعني قول لي بقى بالله عليك بقى اللي انا فيه ده بقى. طب حتى لو مستخبي، هي هيرص الحاجات دي عليه ازاي؟ لا مستحيل. والشباك ده مقفول، في حد بيجري من وراك. مينفعش، انا لازم انزل له اروح له البيت، لازم انزل له اروح له البيت، والبتاعه دي لازم يولع فيها، تحط في ميه وملح لحد ما تدوب كده، وعشان كده الموضوع ما تسيبش الباب بتاع الحمام مفتوح كده. تعال انزل معايا، انت كده مش هتعرف تقعد في البيت. انا هنزل بيتي يا عم، خليك اديكوا معايا اصلا نقفل الحاجه كده ماشي ماشي، معايا. قفل، انا كده كده واقف معاك، مش هسيبك النهارده. انا مش عايز جنان بصراحه، انا ورايا حاجات كتيره، ورايا شغل كتيره، ولازم الموضوع ده ينتهي عشان انا متأذي كده بمعنى الكلمه. اقفل يا انس الباب ده، اقفل الباب ده. انا هتجنن ازاي؟ ازاي طيب؟ طب هي حتى لو هي مثلا جنية عشقة، ايه علاقتها بينا؟ ما هي وانا بتحب، مالي انا وانت مالك هي انت؟ بتحب محمد، طب بتطلع لي انا ليه؟ طب بترازيك انت ليه؟ ما وجاب لي أنا مش العروسه فاهم ليه؟ الموضوع وجي خدها ده. ازاي؟ الموضوع ده مش جن عاشق. البتاعة دي، العروسة دي شكل ما معمول عليها حاجة، ممكن تكون روح مقتولة. انت اصلا شفت شكل العروسة؟ شفت اه. مليانة دم من عند العينين انا هتجنن. انت هو مستخبي؟ لا 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 لا